السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير. وصفتنا نهار اليوم هي عباره عن كيكه بالمربى، راح تجي بزاف بنينه وخفيفه. نتمنى تجربوها ان شاء الله. قبل ما نبدا معاكم المقادير، نتمنى ان شاء الله تشتركوا عندي في القناه، تفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كاع وصفات التواعي. نبداو ان شاء الله بالمقادير على بركه الله. بسم الله. هنايا حطيت 2 حبات بيض، على يكونوا دافيين ماشي باردين من الثلاجه قصدي. المهم هنايا زدت 80 غرام تاع سكر، ولا 80 مليلتر تاع سكر، نفس الشيء نفس المكيال. وهنايا زدت نص مغرفه صغيره تاع ملح. نخلط مليح مليح حتى يتبدل اللون تاع الخليط، يولي مايل للون الابيض. نخلط بهذه الطريقه بالفوي تاع اليد، ولا اللي ما عندهاش الفوي تاع اليد تحب تغاول دير بالخلاط الكهربائي. بعد ما خلطت هكذا شوفوا الخليط كيفاه ولا. زدت هنايا 90 غرام تاع زيت، ولا 90 مليلتر تاع زيت نفس الشيء، ونزيد نخلط مليح حتى يتجانسوا كامل المكونات بهذا الشكل. نزيد عليهم 90 غرام حليب، اللي هي 90 مليلتر حليب يكون دافي ما يكونش بارد بزاف. ونزيد نخلط مليح. من بعد هنايا زدت مغرفه صغيره تاع لافاني. من الاحسن ديروا لافاني تاع الغبره، خاطش لافاني الاخرى هذيك تاع ليكيد شويه تجي الكود تاعها قاطع، تجي شويه بالمروره. هنايا درت 180 غرام تاع فرينه، كنت غربلتها من قبل. وزدت لها كيس تاع خميره تاع الحلويات وزن 10 غرام. ونزيد نخلط هكا مليح بالفوي حتى نتحصلوا على خليط يكون شويه عاقد بهذا الشكل. شوفوا كيفاه خرج لي الخليط. في الاخير زدت مغرفه صغيره تاع مبشور الليمون، لازم نديروه من في الاخير باش تطلق البنه تاعو مليح. من بعد جبت هذا السنيوه قطر تاعها 22 سنتيمتر، دهنتها بشويه زبده ورشيتها بالفارينه باش ما تلصقليش فيها الخبزه، ورميت عليها هذاك الخليط. نسيي نخبطو هكا باش يجي متساوي. ومن بعد درت هكايا دوائر تاع المربى. هذا المربى شويه جاني جاري، من الاحسن يكون المربى شويه شاد روحه. انا غلبني، شوفوا كيفاه قاعد يخرج لي من ندور بهذا الشكل. صدقوني تجي بزاف بنينه. ومن بعد تيك دخلتها للفرن على درجه حراره 120، خليتها تطيب في غرضها. ومن بعد تيك بعد ما خرجتها درت لها المربى من الفوق، خاطش الاولاني اللي درتوه نشف. بعد كي درت هذاك المعجون ذرذرت عليها من فوق شويه نتاع سكر كلاص. ماشي شرط سكر كلاص، اللي يكون عندها شويه نواه كوكو، شويه كاوكاو مطحون، لوز، جوز، نتوما واش عندكم في الدار. ولا غير جت هايله بنينه، بنا ولادي عجبتهم كلاو وعاودوا. شوفوا هنا حنقسمها نوريها قدامكم، تشوفوها كيف خرجت. جات ما شاء الله خفيفه وبنينه.
شوفوا الشكل تاعها جات طالعه وهايله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.